السلام عليكم. طبعا بداية أنا أخوكم غزوان العامر. ما راح أقول أنا مطرب عراقي، راح أقول لكم أنا أصغر مطرب عراقي، حتى لا البعض يقول إنه أنا دا يعني أحاول أحصل شهرة من خلال هذا الفيديو أو أزيد متابعين. ثانيا، اليوم الصبح أكو فد موضوع غثني كلش، يعني هو من البارحة مو من اليوم. بصراحة ردود أفعال شعب الكويت على حفلة كاظم الساهر. بيت أبو يمعة زعلانين علينا اليوم، بيت أبو يمعة. يا أخي أنتو شنو؟ انتوا يعني هالمره بدي احكي هيك، انتوا الكويتيين شنو؟ يعني انت شنو تتصور نفسك الكويتي يا اخي؟ نعوف موضوع صدام حسين، راح ارجع له بعد شويه. كاظم الساهر ما عاجبك يا اخي مطرب، ما تريده يا اخي. مو شرط تقول هذا من شعب عدو، هذا من شعب خاين، من شعب يا اخي. يا اخي انت نسيت انتوا ترى كلكم 14 نفر. هذا الشعب اللي خاين وتقول عليه يا اخي ترى اذا ضوجتوه اكثر راح يجيكم مرت الخمشي، هالمره يجيكم بالكيات. زين يا اخي كافي عاد. انتم شنو انتم منحقد عندكم؟ شنو الحقد اللي بداخلكم واحنا نسينا؟ يعني احنا اللي كفخناكم واللي اخذنا بلدكم واللي طيحنا حظكم نسينا. وانتم شو وقت راح يعني شو وقت راح تنسون انتم؟ يعني واحنا ما جيناكم بباطل، ترى جيناكم بحق. ها زين، فلا تلحون بعد حتى لا نعيدها مرة الاخ. لا تلحون بعد، يعني هاي شنو راح تبقى حسره بقلبكم؟ مثلا شو تريدون تحتلون العراق حتى تصير وحده بوحده؟ تحتلون العراق مثلا تريد؟ مستحيل. زين، انسوا هذا الفكر، عوفوا هذا شعب خاين، شعب جبان، شعب شنو شعب خاين وجبان؟ ايش بيكم؟ ايش بيكم؟ شنو اللي يوجعكم؟ يا اخي شنو الشيء اللي براسكم انتم؟ شو تريدون؟ زين، والله ما نريد هذا المطرب لانه يأيد النظام. يعني اذا انا مثلا انا عايش بالعراق، زين انا عايش بالعراق، أيد حكومتك مثلا إذا كنت سني أو شيعي، إذا كانت الحكومة سنية أو شيعية، وقت الصدق أدافع عن حكومتي يا أخي، ما أدافع عليك. يا الله يهداك وش فيك؟ زين، وش فيك الله يهداك؟ ضب البعير لا ياكل المحصول. يا اخي كافي، بطلع عاد لعبتوا نفسنا العراق والكويت والكويت. شيلك. هو اصلا انتم لو ما العراق انتم ما عندكم تاريخ. هسه انت اي واحد بالعالم اساله قول له ايش تعرف يقول لك يا كويت. هاي خذوها العراق، مو زين احنا اخذنا البلد حتى مالتكم حتى يصير عندكم تاريخ الناس تعرفكم. دي كافي عاد، بطلعوا سوالفكم. الله يهداكم وش فيكم؟ كل يوم طالعين لنا بملعوبه ما ادري شنو، هاي ما نريد مطرب عراقي، ما نريد ما ادري شنو. ايش ترى استغفر الله العظيم يا رب. ويجيك واحد يقول لك ها انت عدواني، انت يابا مو احنا صرنا شو اسمه وعرفنا الموضوع. انتم هم انسوا لا تكبروا كل يوم، لا كل يوم فاتحين لنا موضوع جديد، لا كل يوم. زين، هو انتم حتى ماكو على الخارطه، حتى تطب على الخارطه ما تلقى الكويت، تلقى نقطه حمراء ومكتوب الكويت فوقها، ما عندكم رسم على الجغرافيا يا اخي. خلاص بطلوا سوالفكم. يعني من هاي بين فتره وفتره، قبل فتره هم سووا مسرحيه على العراق وهزأوا العراق وهذا العراقي وما ادري شنو، ما عندنا فلوس وما ادري شلون وهاي. زين، وسويتوا نفسكم انتم على اساس هو انت. بس اسالكم سؤال، بس سؤال، انتم ايش عندكم؟ بس اريد هسه من واحد يقول لي دوله الكويت ايش عندكم؟ يعني شنو الشيء سويتوا والله؟ شنو الانجازات اللي بحياتك؟ شنو كدوله، يعني كدوله الكويت انتم ايش عندكم؟ يعني شنو الشيء اللي تفتخرون به مثلا؟ ايش عندكم؟ عندكم بعير؟ ها؟ عندكم بيت ابو يمعه طابقين؟ ايش عندكم؟ ها؟ ايش عندكم؟ عندكم مول فواز الله يهداك حاطين شو اسمه 3 طابق. ايش عندكم تفتخرون بيه يا اخي؟ هو انتم عندكم نفطات وامريكا تحلب بيهن وانتم تعطيكم اكل. فكافي عاد هالسوالفكم كل يوم طالعين احنا والكويت وما ادري شنو. جيش الكويت، جيش الكويت شنو؟ جيش الكويت شنو؟ بالطابوق حوت جيش الكويت، واحد يقتل جيش الكويت يا اخي. زين، حيدر دعدوعه واحده يفوت لكم للكويت. شنو انتم كافي عاد مسختوها الكويت والكويت. يعني حقد يا اخي. ايش قد ما نريد نسامح ونقول ما يخالف، ترجعون تفتحون الموضوع، ترجعون تريدون تسوون حرب مرتلخ. شو تقولون؟ نسوي حرب مرتلخ؟ زين، والله عندنا فريق بدرجه ثانيه زعلان. اذا تريدون نسوي حرب حتى ندز عليكم 24 لاعب. زين، يلا تحياتي لكم. قبل ما اروح بما انه انا بعيد عن العراق يعني مشتاق له، فشو نقول؟ هذا العراق يظل شمس ما يطفى نوره، لازم يعود بحيل امس
ويعلي السورة ترجع الدنيا معجبة وتريد بس الصاحبة بعيونها تبوسه تجي وتاخذ له صورة. تحياتي لكم، مع الف سلامة.